صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل من ليه نبي يصلي عليه بإذنك يا رب. احنا معانا الدكتور جمال عبد الجواد، الراجل ده بيفهم من شوية الفهم، لسه من الشوية اللي ما شربوش من نهر الجنون في البلد دي، فلسه كده ايه ربنا مديله يعني القدرة على انه يميز الكلام الفاضي من الكلام المنطقي. احنا النهارده هنسأله في قراءة في المنطقة، ومصر بقى فين؟ عشان احنا زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل خايفين ان نستدرج الى ما لا طاقة لنا به. هبدأ بإني أحيي دكتور جمال. مساء الفل يا فندم. مساء جمال، أشكرك على استضافتي وعلى الكلام الجميل، يعني أكتر مما أستحق. ربنا يكرمك. أنا أقدرك تقدير شخصي ومفيش مجاملات والله. ربنا يخليك. طيب دلوقتي خلينا كده نفترض إن إحنا بنساعد جهة ما في الدولة بتتخذ قرارات بشأن السياسة الخارجية. طبعا حضرتك شايف خريطة الشرق الأوسط على صفيح ساخن، كل ما هو صلب ومتماسك بيتم تفتيته وتسييله، يبقى سائل عشان يعاد تشكيله فيتحط في قوالب جديده غير القوالب الاصليه. هبدا بالعراق وسوريا اذا جاز الجمع بينهما، لانه في داعش وفي الجماعات دي. في 3 قراءات ان والله يا اخوانا دي انتفاضات داخليه لناس عايزه تصور للكرامه والشريعه والكلام ده، وبالتالي ده شأن داخلي مش المفروض ان احنا نفكر فيه. في قراءة أخرى لا دي صنيعة أمريكية، ده يعني الغرب بيخلق القنبلة عشان إيه؟ يحدف لك القنبلة جوه البيت عشان إيه؟ القنبلة انفجرت، تعالى لازم أساعدكم، أنتوا غالبا ما عندكوش قنبلة، فهو بيعمل لك القنبلة ويجي. تالت حاجة لا ده في مش بقى بالضرورة الغرب، بس في تهديد حقيقي للمنطقة، والغرب الحقيقة متضرر منه وعايز يجي يساعدنا علشان نمنع هذا التبدد السرطاني لناس بتتكلم باسم الدين وهي الحقيقه بتحارب الدين وبتسيء للاسلام والى اخره. فاحرج بقى انا خلصت كده توكل الله. واحد هو بالتاكيد مش شأن داخلي عراقي سوري، لانه هذه الجماعات مش هدفها العراق ومش هدفها سوريا، هي هدفها ايديولوجيا، هي بتتحدث عن خلافه اسلاميه، عن الامه الاسلاميه، يعني عن اي واحد يدين بالاسلام في أي بقعة من بقاع الأرض. حدث إنها يعني وجدت لنفسها مرتكز وبيئة مناسبة في العراق وسوريا، لكن طموحاتها الإيديولوجية اللي هي في الحقيقة أوهام يعني غير قابلة للتحقق، يعني إنما تشمل ما هو أوسع من ذلك بكثير. طب ليه غير قابلة للتحقق يا دكتور؟ غير قابلة للتحقق لأنه باختصار هو إحنا العالم، الدول العربية اللي في المنطقة دي إذا كنا أخفقنا حتى الآن أغلبنا في إدارة هذه الكيانات الصغيرة، يعني كان اسمه سوريا وكان اسمه العراق وكان اسمه اليمن وليبيا وعمالة تفك مننا، لا أتصور إن إحنا هننجح فشل في الصغير هننجح في إدارة الكبير لما نوحدهم كلهم ويبقى إدارتهم سهلة وحكمهم فعال والحفاظ على وحدتهم شيء واقعي قابل للتحقق يعني. فانت مبدئيا حضرتك بترى ان السيناريو ان احنا يعني يا اخوانا ده شأن صباحك، في ناس بتطالب، يعني في ناس جوه مثلا العراق تقول لك لا انتوا مدخلين في الموضوع ده، احنا انتفضنا ضد المالكي وانتفضنا ضد الايرانيين وانتفضنا ضد الشيعة. حضرتك شايف لا هي حركات عابره للحدود، لو بامكانها تبقى في مصر والسودان وكل هتعمل كده وهتحاول ده وستظل تحاول حتى يتم هزيمتها، يعني هزيمتها امر ضروري جدا، والا فعلا السيناريو الأسوأ يتحقق، اللي هتلاقيها في السعودية وهتلاقيها في الأردن وهتلاقيها في مصر وهتلاقيها في كل مكان. فلا بد من هزيمتها، وهي ليست شأنا داخليا بالمرة للعراق ولا لسوريا، حتى لو كان في دوافع غير إيديولوجية، حتى لو كان في ناس بتأيدها أو متعاطفة معها في داخل العراق وفي داخل سوريا لأسباب مش بالضرورة لها علاقة بإيديولوجية الخلافة الإسلامية إلى آخره، إنما لأسباب أصوات احتجاجية. في ناس بقى عندها مشاكل في الانابيب والكهرباء والعيال، فيقول لك دول بيحتاجوا احنا معاهم، فلديهم مظالم فبينضموا لهؤلاء. وبالتحديد في العراق حاله يعني الاقصاء لكل ممثلي السنه في العراق في فتره حكم المالكي هو اللي خلق هذه الحالة باختصار. يعني العراق كان من الممكن أن يكون وضعه أفضل لو استطاع المالكي أنه يعزز دمج السنة في النظام السياسي، وكانوا قبلوا في الحقيقة بمسألة أن هم يعني الطائفة رقم 2 من حيث الحجم، أن هم أوهام أو تصورات اللي كانت عندهم أن احنا فقط المؤهلين لحكم هذا البلد، الشيعة لا يستطيعون إلى آخره، كانوا قبلوا هذه الحقائق.
كان من الممكن دمجهم على هذه الأرضية. هناك أغلبية جديدة، أغلبية عرقية أو طائفية جديدة هتحكم العراق، لكن ده لا يعني أنه إقصاء للآخرين. لكن لما حصل إقصاء للآخرين، وده أخذ أشكال مختلفة وعلى مدى سنوات طويلة، الجمهرة الواسعة من السنة العراقيين اللي شعروا بالخديعة الكبرى، فكان لابد من أن يستجيروا بشيء ما، كانوا بيئة مناسبة لأن يتعاطفوا ويقدموا التأييد، واللي هو بالضبط تكرار للسيناريو حصل أثناء الوجود الأمريكي. يعني القاعدة، يعني ما اللي هي المرحلة السابقة لداعش في التطورات الجماعات العابرة للحدود دي، كان بالضبط في بعد الغزو الأمريكي، مع صعود النفوذ الشيعي، مع إحساس السنة بالعزل، مسألة نزع البعث أو تدمير البعث ومحاسبته إلى آخره، كل ده عزل السنة. كل الناس اللي كانت شغالة في الجيش، في جهاز الدولة، اتفصلت من وظائفها، كان بينظر لهم على أن هم تهديد وتحدي، بيسجنوا بأعداد كبيرة. وفروا قاعدة تأييد للقاعدة في الفلوجة وفي غير الفلوجة، معارك كبيرة دارت في هذه المناطق في كل الغرب العراقي ده. ولم يتم القضاء على القاعدة وعلى الزرقاوي إلا عندما في تطمينات قدمت للسنة العراقيين أنه سيتم دمجكم على قدم المساواة مع الآخرين في هذا البلد. طب دكتور جمال، إذن إحنا أمام الآن احتمالين: يا إما أن تكون دي صنيعة أمريكية علشان يفتتوا المفتت ويدمروا المدمر، أو الحقيقة دي حاجة حصلت صحيح، مش يعني صحيح ناتجة عن الغزو العراقي الغزو الامريكي للعراق والاخر، لكن دي عامله زي الان انتندد كونسيكونسز، النتائج غير المقصوده، ما كانوش يقصدوا، هي الدنيا خربت منهم. يعني الرز شاط، عارف يقول لك الرز شاط، هو شاطت منه. زي كل طبخة الغزو الامريكي للعراق دي، ما هي طبخة يعني بايظه وحمضانه من اول يوم في الحقيقه. يعني حاجه بلا مبرر وبلا عقل. ده مش معناه ان صدام حسين كويس ولا ان العراق كان في نعمه ولا حاجات بالشكل ده، انما اللي حصل ده كارثه للعراق وكارثه لكل المنطقه. بس حضرتك اذا يعني يقول صانع القرار المصري يصدق الامريكان والغرب لما بيقول لك انا عايز اعمل تحالف دولي علشان ارجع العراق وارجع سوريا بس خلينا نتذكر انه احنا بنقول الكلام ده انه في الخلفيه بتاعت صانع القرار في مصر، ومش بالضروره بتكلم عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، انا بتكلم عن الاجهزه بشكل عام، لديها تشكك عميق في الولايات المتحده، ولديها يعني لا يعني دايما لا ترى ما بتاخدش كلام امريكا يعني على زي ما بيتقال، يعني دايما بتدور على مؤامره وراه وعلى شيء وراه مقصود سيء، وانه الامريكان نيتهم هي الحاق الضرر بنا. يعني هو ده الاتجاه اللي اتصور انه موجود بقوه في اجهزه صنع القرار في مصر. يعني ما يصنعه الامريكان في مرات كثيره جدا بيلحق الضرر بنا. من موضوع علاقتهم باسرائيل، ادارتهم للصراع العربي الاسرائيلي، انا اتصور ان واحده من الاشياء الرئيسيه اللي دمرت هذه المنطقه لسنوات لعقود طويله في الحقيقه. يعني غزو العراق، الكلام عن اصلاح سياسي بطريقه معينه، التلاعب يعني في خبره بتقول ان هم تصرفاتهم مؤذيه لينا. وبالتالي يوم ما يقولوا هنعمل تحالف ضد داعش، فالناس هتبقى متشككه، وانا اتصور ان ده هيبقى يعني مصفى، فلتره، حاجز يقف قصاد تسميه يعني تعاون سهل كده مع الامريكان في هذا الموضوع. مرات كثيرة هذا التخوف وهذه الشكوك في الحقيقة بتروح لمدى أبعد من الواقعي، يعني بتتحول إلى نوع من أنواع الهسهس، يعني بتبقى إنه في غير منطقي، يعني إنه غير منطقي بالضبط، بيتقال فيها كلام غير منطقي بالمرة وتحليلات غير منطقية بالمرة بتتقال في هذا السياق. لكن دي في ثقافة المؤسسة، وأنا أتصور إن ده هتبقى مؤثرة في صنع القرار. يعني ادعو الناس في الاجهزه ان هم يعني ايه يحطوا الامور على ارضيه واقعيه اكتر من على ارضيه ان هم يعني بيقروا كتير ما بين السطور، بيتصوروا ان هناك كتير اشياء ما بين السطور، في دايما اشياء ما بين السطور، لكن مش بالكثره اللي بيتصوروها ومش بالتعقيد اللي بيتصوروه الامور يمكن فهمها. فباختصار انا لا اظن انها مؤامره امريكيه. خليني اجاوب على سؤالك بقى ببساطه، يعني برغم علمي او تصوري لايه ثقافه الاجهزه في هذا الموضوع. لا، هي مش مؤامره امريكيه. هذه المنطقه
فيها من الأسباب ما يولد وكل يوم متطرف جديد، لأسباب تتعلق بالأوضاع الاقتصادية، لأسباب تتعلق بطبيعة الثقافة السائدة، لأسباب تتعلق بالصراعات السياسية، الطوائف. يعني كل هذه الأسباب تخلق متطرفين كل يوم وبيدخلوا عندنا. احنا ما احناش بره هذه الظاهرة. شفناهم قبل كده في اغتالوا الرئيس السادات، وشفناهم في التسعينيات، وبنشوفهم تاني النهارده. دول ما حدش صنعهم، هم بيئتنا اللي بتخلقهم، وبيئة المنطقة كلها بتخلق. وهو ممكن يستغلها، تتقاطع المصالح، فيقول لك بقى انا اوجههم ضد الاتحاد السوفيتي مره، اوجههم ضد يعمل قلاقل داخليه في الدول فيضعف شوكتها الى اخره. لكنها ظاهره طبيعيه، وسنظل في مشكله. تطرفنا عصامي، يعني احنا عصاميين في التطرف والتخلف على ايدينا يعني. احنا بنعمل حاجات تؤدي لكده، وهنظل في مشكله لغايه ما تكف هذه المنطقه عن انتاج تطرف. ستظل هذه المشكله تواجه عدم استقرار سياسي، ستواجه مشكلات الارهاب، كل المشكلات المرتبطه بالتطرف دي هنظل نواجهها لغايه ما نكف عن انتاج متطرفين جدد. هيحصل ده بقى بتنميه، بديمقراطيه، بس دي قضيه واخده زمن طويل، مش هتتحل بكره يعني. فما هياش مؤامره. انا ما اتصورش انها ان داعش في ذاته مش CIA صنعتها يعني. لا ما لا اتصور هذا. لكن لو ارجع بقى واقول ايه علاقه ده بموضوع الشك في الامريكان، انه الامريكان هم منزعجين جدا النهارده من صعود داعش، ده بالتاكيد. لكن في نفس الوقت خبرتنا معاهم بتقول ان الولايات المتحده برغم انها القوه العسكريه الاكبر في العالم، انها ليست دائما الحليف الذي يمكن الاعتماد عليه، ليست دائما الحليف الذي يمكنك ان تثق فيه انه يمشي معاك لاخر المشوار، وبالذات في المسائل المتعلقه بالارهاب. يعني عايز اقول الخبره في افغانستان مثلا، الامريكان بيحاولوا يلصموا الوضع باي طريقه ما علشان نمشي بقى كفايه كده، يعني احنا ماشيين، الموضوع خد اكتر من حقه، تولع افغانستان، اللي هو نفسه حصل في العراق في الحقيقه. انه هو دخل العراق بيبوظ منه، قال لك ايه الموضوع ده مش ماشي، نمشي احنا. طب بس البلد ما هي باظت وخربت. انت المسؤوليه الاخلاقيه اللي انت تحدثت عنها في التقديم، والمسؤوليه السياسيه يعني انت اللي كسرت دي صلحها. في الحقيقه هو كان يعني اسقط هذا من حساباته، وبيعتبر ان العراق غلطه وعدت. طب بس الناس دي بتدفع الثمن، المنطقه دي بتدفع الثمن، انت فين من ده؟ فيقول لك لا احنا تعبنا، الراي العام عندنا كان مؤيد للحرب فروحنا الحرب، الراي العام غير رايه لان في ناس ماتت والموضوع مش رايح في حته، فما نقدرش نحارب والناس مش راضيه يعني مش مبسوطه. طب وبعدين يعني بالمعنى ده انت الحرب دي انت هتحاربها لغايه فين بالظبط؟ هتورطنا فيها وهتفضل معانا ولا ناوي تخلع زي ما خلعت قبل كده؟ ايوه صحيح. فده سؤال بره بقى المؤامرات وبره الحاجات دي، انه الامريكان حليف لا يمكن الوثوق به في قد ايه هو، لانه دي مش معركه حياه او موت بالنسبه له، هي معركه حياه او موت بالنسبه لنا في الحقيقه. يعني معركه الحرب على الارهاب هي معركه بقاء دولنا او انهيار دولنا، الدول اللي موجوده في هذه المنطقه، فهي بالنسبه لنا اكثر اهميه بكثير منها بالنسبه للولايات المتحده، فاحنا لازم هنحاربها. لكن الولايات المتحده خير ان هم موجودين في المره دي، بس اذا هي بتقود هذا التحالف علينا دايما نتذكر انه ممكن تبقى موجوده النهارده بس بعد سنه وقبل المهمه ما تخلص ممكن ما تلاقيهاش موجوده لاي سبب. رئاسه جديده، تغير في مزاج الراي العام، يعني عمليات خسائر زياده اكتر مما يحتملوه، ايا كانت الاسباب. دكتور جمال، دلوقتي متهيألي يعني ما اعرفش حضرتك تتفق مع الفكره اللي انا طرحتها في البدايه ولا، بس انا احب ان انا اطرحها لحضرتك وحضرتك تصححني. يعني هيطلب مننا احنا بعد قوات، سواء بقى اكتفينا بقوات جويه ولا عمليات خاصه ولا لا قوات بريه، بمعنى يعني لواءين 3 ميكانيكي على مدرعات على مشاة على مش عارف. يعني انا حاولت اساعد، بقول كده فكري الموضوع، خدوا بالكم لا انت ما تخليش حارب داعش وانت محتفظ لي برؤوس الفتنه عندك، وتقول لك حريه الراي والتعبير، يعني حريه الراي والتعبير عندك نمشي معاهم في السكه دي لغايه فين؟ نمشي لغايه ما يبقى مطلوب مننا ان احنا نبعت قوات للعراق. انا رايي انه ده خط احمر علينا خالص. ولا اتصور في الحقيقه ان في حد في المنطقه اصلا هيبعت قوات. لا اتصور ان ده هيحدث على الاطلاق. اذا لم يستطع العراقيون بحكومتهم الجديده
اللي نتمنى انها يعني الاتفاق اللي حصل ما بين قيادات سياسيه من طوائف مختلفه انها انه يقدر يلاقي صدى على الارض. الجمهور السني في العراق غير متاكد انه هذا الاتفاق على دمج السنه في العراق في العمليه السياسيه انه هذا الاتفاق جدي وانه هيوصل لنهايته. فلا بد من الفوز بثقه العراقيين، المواطن العراقي. فانت بتعمل حاجتين، داعش بتتضرب من الجو بتاع، لكن بتبعت رساله انه الوقوف مع داعش او التعاطف معها او توفير بيئه مناسبه لها دي موضوع مكلف جدا. في ناس هتموت وفي حاجات هتتدمر وحاجات بالشكل ده. فالناس اللي هي مش هارد كور داعش، مش القلب الصلب لداعش، الموضوع لا ابعدوا شويه. دي مش قضيه. انتوا زعلانين من المالكي وزعلانين من الشيعه وزعلانين بس مش دي السكه. ولو ده بيحصل بتعمل مسافه ما بين الحاضنه السنيه لداعش وفي نفس الوقت بتعزز العمليه السياسيه في العراق. اعتقد العراق فيما يكفي من الموارد من الامكانيات ما يسمح له بانه يوفر القوه الارضيه اللازمه، القوه العسكريه البريه اللازمه لهزيمه داعش بالاستعانه بالضربات الجويه اللي جايه من الخارج. لكن مش محتاجه ترسل قوات عربيه. حتى لو محتاج في اللحظه الراهنه يمكنك انك تعزز قوته اكتر، يعني تدرب افضل، تبعت معدات افضل. لانه ارسال قوات من الخارج يعني انا رايي انه هيشعل المنطقه. هو الحقيقه القراءه الامريكيه، انا كنت لسه قاري حاجه في واحده من مراكز الدراسات الامريكيه، كان بيقول لك احنا مش هنعرف نبعت قوات ارضيه امريكيه، لان هو ده بالظبط التخوف، ان قوات احتلال تاني وندخل وهنهم هيضربونا احنا، مش هيضربوا داعش وهيتحالفوا مع داعش ضدنا. لكن هو الحل الوحيد ان احنا نطلب من الدول العربيه انها تبعت قوات. طيب هو لما الدول العربيه تبعت قوات، ايران هتبقى سعيده؟ لا طبعا. وايران هتنظر للقوات دي على انها قوات صديقه تحارب الى جانب، هتعتبره غزو تاني. هتعتبره غزو تاني بالظبط في اطار بلد منقسم سنه وشيعه. والقصه دي هيتسال دايما السؤال، هم اللي جايين دول سنه ولا شيعه؟ صحيح. هم اللي جايين دول هيصفوا في جانب مين؟ السنه ولا الشيعه؟ عدو ولا صديق؟ بالظبط. فايران مش هتبقى سعيده، والشيعة العراقيين مش هيبقوا سعداء في الحقيقة لما يلاقوا قوات سعودية مثلا على الأرض العراقية. ده موضوع مش لا يطمئن أحدا على الجانب الشيعي في العراق. هو جانب لابد من كسبه، مش انك تخسره. طيب هو تركيا هتبقى سعيدة لو احنا بعتنا، لو في قوات سعودية ومصرية وأردنية وحاجات كده في أرض لأنه الموضوع فيه أقراض وفي دولة وانتوا يعني انتوا لا والكرد كمان عندهم قصه ثانيه. ما الكرد يقول لك ده عرب يعني القصه. فما حدش مستعد، ما حدش في المنطقه عايز قوات عربيه، قوات غير عراقيه على الارض العراقيه. ده لو في حد في العالم ممكن يعني تكلفه وجوده على الارض اقل ما يمكن هم الامريكان، مش حد تاني. يعني الامريكان لان هم مش من هنا، لا محسوبين على السنه ولا محسوبين على الشيعه، هم ناس غير موثوق فيهم وممكن يغيروا تحالفاتهم بين يوم وليله، مره يقفوا على الجانب الشيعي ومره يتحالفوا مع الجانب مثلا يعني. لكن لان هم لا سنه ولا شيعه، فعلى الاقل ما حدش من اول يوم فروم داي 1 حاسبهم على هذا الجانب او ذاك حتى يثبت العكس او حتى يثبت ان هم محايدين. هم ناس بتوع مصالحهم مره تبقى. فلو في حد في العالم ممكن يبقى وجوده على الأرض ذو تكلفة محدودة يمكن تحملها، هم الأمريكان مش دول عربية. دول عربية تستدعي تدخلا إيرانيا، ووجود قوات عربية وإيرانية في مواجهة بعضها على الأرض العراقية معناه حرب إقليمية، ما هواش معناه حل لمشكلة داعش ولا أي شيء. معناه انك تعمل تعمق الاستقطاب الطائفي في العراق، تخرجه من اطاره العراقي تحوله الى اطار اقليمي. وفي الحاله دي في الحقيقه داعش هتجد لنفسها مكانا في تحالفا سنيا او في جزء من معسكر سني ما ضد شيعه. الموضوع سيزداد تعقيدا اذا دخل اي طرف عربي. فانا اتصور انه مش بس مصر لا يجب عليها انها ترسل قوات الى العراق حرصا على العراق وحرصا على المنطقه، إنما أي دولة عربية أخرى غير مطلوب منها، لا يجب لها بالمرة إنها تبعت قوات تحارب على أرض العراق. أحسنت دكتور. خليني أقول لأصدقائنا المشاهدين حاجتين. أولا
الساعة رجعت 11 تاني، يعني احنا رحنا كنا بدأنا 11 وقعدنا ساعة، احنا دلوقتي بقت الساعة 11. ومعانا معالي السفيرة والوزيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة من نيويورك. مساء الخير معالي السفيرة. الو 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 الو. تمام، هنكمل معاها تاني. يبقى انا استنتجت من حضرتك 3 حاجات. اولا حضرتك شايف انه داعش واخواتها مش بضرورة تكون صنيعة غربية، انما هي جزء من بيئة محلية ممكن بيستغلها الغرب، بيستغلها غيره. 2 انه الافضل الا ترسل قوات عربية الى العراق او سوريا، وانما اهل العراق جيش العراق نساعده، نطوره، ندربه، نزقه، يعني ونساعده لوجستيا بقى بضربات من الجو الى اخره قدر المستطاع. 3 حاجة ده مرتبط شوية بالسؤال اللي هاجي لحضرتك فيه حالا. هو احنا مستعدين لمرحلة ما نشاركش فيها ويشارك غيرنا وبالذات الغرب، وبالتالي هو اللي يعيد ترتيب اوراق المنطقة من غيرنا؟ ده لا يجب انه يحدث. واذا كان تمن ده علشان نبقى احد الفاعلين في تشكيل مستقبل المنطقة هو ان احنا يعني طيارتين يطلعوا من عندنا يعملوا ضربة ونقول يعني ان هم ضربوا ليكن، يعني ده ثمن ممكن دفعه يعني. والاردن والسعودية والامارات والبحرين يعني فتحوا السكة يعني في الموضوع ده، فلا بأس من اذا كان ده. وهو في الحقيقة انا مش متأكد حتى الان، وخاصة البيانات المتاحة محدودة يعني. يعني هل المطلوب قوة عسكرية مؤثرة يعني طلعات طيران كتير وحاجات كده، ولا هو المطلوب ما يمكن اعتباره غطاء سياسي، قوة رمزية، انك بالظبط انك شاركت، ان احنا شاركنا، وانه هذه ليست حرب امريكا ضد الاسلام والمسلمين او ضد فئة اسلامية، انما هي حرب ضد الارهاب. كل من هو ضد الارهاب عربي او غير عربي بيشارك فيها. هو ده في الحقيقه ودي المهمه المطلوبه. انا اتصور انه الولايات المتحده وحلفاء الغربيين لديهم من القوه ما يسمح لهم باداء المهمه من الجو. لكن المشاركه الاخرين هي مشاركه بالاساس سياسيه، ان دي قضيتنا مش قضيه الامريكان فقط، وان هذه ليست حرب ضد الاسلام، ان احنا مسلمين ونحارب هذه الحرب. اذا كان مطلوب مننا ندفع هذا الثمن ببعض الطلعات الجويه لا باس، لكن هذا هو اقصى ما يمكن دفعه في هذه القضيه. بس الموضوع له ابعاد اخرى يعني لو في وقت كامل هنتكلم فيه اكيد. بس انا معايا معالي السفيره ميرفت التلاوي رئيس مجلس القومي للمراه من نيويورك. مساء الخير معالي السفيره. هو انا صوتي وحش ولا ايه؟ في ايه؟ تمام معلش، تمام هنحاول معاها كمان مره. اتفضل حضرتك كمل. الابعاد الاخرى، وهو في الحقيقه الرئيس السيسي في كلامه مش بس المره دي، مش بس قصاد الامم المتحده قصاد الجمعيه العامه، انما في مرات كثيره اخرى هو بيصر، وانا اتصور دي استراتيجيه صحيحه، ان مشكله الارهاب ما هيش مشكله داعش، دي مشكله شامله. انه ان اذا احنا جزء وكل هؤلاء جزء في حاجه كبيره اسمها الحرب ضد الارهاب، فالارهاب والتطرف مش موجود في العراق وسوريا فقط، انما موجود في كل مكان. مش هتكلم عن مصر، يعني مصر كفيله بمعالجه مشكلاتها، انما موجوده في حدودنا الغربيه، موجوده في ليبيا مثلا. لسه هاجي لك في الملفات دي، لان موجوده في اليمن، موجوده في كل. فاذا إذا خطة استراتيجية، اتفاق استراتيجي لمحاربة هذه الجماعات أينما وجدت وبتشكل خطر على الإقليم كله، فتقسيم العمل ضروري. إذا مصر مثلا كان لها من ضمن أولوياتها، وهي مؤهلة أكثر بحكم الجغرافيا والجوار وأشياء كثيرة، إنها تقوم بدور أكبر في ليبيا. ولو نتذكر، لو نلاحظ في الخطاب اللي قاله عبد الفتاح السيسي قصاد الجمعية العامة لما بدأ يعدد مشكلات المنطقة يسميها بالاسم، فكانت ليبيا هي رقم 1. صحيح. هو ده إدراك أو ترتيب صحيح للأولويات. ده ملف أنا لا أتوقع مثلا إنه دول الخليج هتساهم بدور كبير في تظبيط الوضع في ليبيا. العملية هتاخد وقت طويل وسنين طويلة يعني. لكن اللي هيتحمل العبء الأكبر بدعم خليجي وبدعم، أتمنى يبقى يعني دعم دولي،
اللي هيتحمل العبء الاكبر فيها في الحقيقه مصر، حبت او ما حبتش. ده موضوع ما فيهش يعني ما فيش فرار، دي الجغرافيا فرضت نفسها عليك. وبالتالي احنا بنقول ايه؟ انه هتترسم خريطه المنطقه، هيتعقد قاعده ما يتحدد فيها يعني ايه المستقبل شكله ايه وحاجات بالشكل ده، وكل واحد هياخد على قد ما دفع، مش كده؟ فاحنا هندفع في حته تانية، هندفع مش في العراق وسوريا، هندفع في حته تانية غصب عننا. واذا العالم مش واخد باله ان ليبيا موقع يعني شديد الخطوره وهينتشر اثاره، هتنتشر في كل المنطقه، او يعني بالذات في شمال افريقيا في الفتره المقبله، فاحنا مدركين ده. وفي نفس الوقت هيجي الوقت اللي هنلاقي كل العالم مره تانية بيقول بدل ما هو عمال مركز في العراق وسوريا هتلاقيه بيركز على ليبيا، نظير داعش بس في ليبيا. بالظبط. فعايز اقول انه في اوراق فيما يبرر ان احنا نبقى طرف فاعل في رسم خريطه، او بلاش رسم خريطه يعني ده كلام تقيل قوي، انما في تحديد مستقبل هذه المنطقه، ان احنا نقعد في القعده دي بالاسهام اللي هنعمله بالذات في ليبيا والى حد ما في العراق وفي سوريا، بالاضافه الى اسهامات اخرى. مصر يمكنها اذا في بلد، باختصار، اذا في بلد يمكنه ان هو يقدم يعيد تعريف الاسلام مره اخرى، يستعيد الاسلام الوسطي المعتدل المتسامح اللي ساد في المنطقه لعده قرون طويله من عمليه الاختطاف اللي قامت بها الجماعات المتطرفه، فاذا بلد مؤهل فهو مصر، مش اي بلد تاني في الحقيقه. ومش صدفه بالمره انه العاهل السعودي قبل فتره قصيره بيقرر انه يتبرع بشكل شخصي لترميم الازهر. الازهر رمز، الازهر مش بس رمز، الازهر كمان ميراث. طبعا عارفين انه في مشاكل وفي كذا وبتاع، لكن اذا في القدم بيدي اساس للشرعيه بمعنى ما. فقدم الازهر في ترويج وتاسيس لافكار الوسطيه والتعدديه في الداخل الاسلامي ما بين مذاهب متعدده، افكار متعدده الى اخره، بيخليه اهم مؤسسه في العالم الاسلامي قادره على انها تقوم. السعوديه ما تقدرش تعمل الدور ده. السعوديه ايديولوجيا مذهبيا ما عندهاش الاساس اللي يسمح لها ده. هي في السياسه النهارده بتتبنى ده صحيح، لكن المؤسسه الدينيه في المملكه العربيه السعوديه ميراثها الاساسي ميراث متشدد جدا، وميراث هيبقى صعب عليه انه يتكيف بسهوله او يبقى منتج بشكل فعال مع افكار التسامح والوسطيه الى اخره. اذا في بلد يستطيع هو مصر بازهرها، بثقافتها الوطنيه اللي الدين مندمج فيها مع الحداثه بشكل اكتر بكتير منه، بشكل صحي اكتر منه موجود في اي منطقه تانية في البلاد اللي حوالينا. عندنا مشاكل كتير في ده ولازم نحلها. فالحرب على الارهاب مش بس شويه القنابل اللي بتترمي هنا، في حرب ايديولوجيه على الارهاب، ومصر يمكنها ان تقوم بده باسهام كبير. ومره تانية من غير ما اخش في سكه التطبيل، وانا يعني يمكن اتناقشنا في الحكايه دي لما كنا عبد الفتاح السيسي لسه في داخل الانتخابات وحاجات كده، انه إن اكثر الافكار وضوحا في لدى عبد الفتاح السيسي هي اهميه الاصلاح الديني. صح. ودي اول مره من عشرات السنين يبقى عندنا رئيس في مصر في قمه السلطه عنده الوضوح ده حوالين هذه القضيه، الاصلاح الديني واصلاح الخطاب الديني. فاتصور انه دي دوله معتبره، او ده رئيس حاطط دي على اولوياته بشكل متقدم جدا. اذا نجحنا في ده فده جزء من الحرب على الارهاب رئيسي، حرب الافكار. صحيح. هرجع لليبيا. يعني ليه اصدقاء ليبيين وبحاول افهم منهم ايه اللي بيحصل هناك. واضح ان هم وصلوا لنقطه انه بقت حرب الجميع ضد الجميع، انه الحكومه يعني المركزيه، الحقيقه مش مركزيه ولا حاجه، هي متسيطره على مناطق محدده. القبليه مع التسليح بقت رافضه، ارتاحت لفكره اللا دوله، وفكره فرض الدوله عليها هتواجه بمقاومه شديده للغايه. طب دول الجوار، لو احنا مره ثانيه بنكلم صانع السياسه الخارجيه المصريه، دول الجوار المحيطه بليبيا ومصر طبعا على راسهم،
يعملوا ايه؟ يساعدوا ليبيا ازاي؟ ولا يعلوا السور ما بيننا وما بينهم هم يتصرفوا في مشاكلهم؟ بس برضه هيرجع لك 1.5 مليون مصري بيشتغلوا في ليبيا، وده تكلفه نتحملها وخلاص، ولا نعمل ايه؟ واكتر من كده، هو يعني مش هيرجعوا 1.5 مليون مصري، ممكن يجي 1 مليون ليبي. يعني ما هو الوضع ده الليبيين مش هيقدروا يعيشوا في ليبيا نفسها يعني. طبعا ليبيا قضيه صعبه جدا يعني، لكن خليني اقول هو في حكومه ما انتخبت او في برلمان واختار حكومه الى اخره، والسياسه المصريه حتى الان والعالم معاها في ده هو ان احنا دي الحكومه وده البرلمان وده الممثل، خلينا نبني حوالين ده سلطه في ليبيا. فده الخط الاستراتيجي العام، بس ده دونه يعني صعاب وتعقيدات وخطوات كثيره جدا لابد من قطعها. انا اتصور انه المعركة في ليبيا هيتم كسبها بعد زمن طويل، لكن هيتم كسبها خطوة خطوة، ما هياش عملية واحدة. وأتصور إنها هتحتاج مش بس جهد مصري، أتصور إنه في جهد شمال أفريقي كبير ضروري في الموضوع، وأتصور هنا يعني الجزائر بالذات لازم تلعب دور مهم. انا مانيش قادر اتخيل شكل ليبيا النهائي. يعني مصر رفع رايه، وده من الحاجات اللي رفعها مصر في سياستها الخارجيه في الفتره الاخيره دي، هي ان احنا دعاة الحفاظ على وحده الدول الاقليميه، الدول الوطنيه القائمه في المنطقه، وان احنا يعني مش هنخوض مغامرات تؤدي، او سياستنا مش هتكون تقسيم او ما يساعد على التقسيم او شيء من هذا القبيل. ده شعار رائع جدا، لكن الامور في ليبيا في غايه الصعوبه. يعني انت لو تتخيل الوضع في ليبيا النهارده هو مش بس صراع ايديولوجي وصراع قبلي، انما كمان صراع اقليمي واضح، جهوي واضح جدا يعني. جهه في وجه جهه، ما الغرب في وجه الشرق بالظبط. الاقليم، البرلمان مش عارف يجتمع في طرابلس، بيجتمع في طبرق اللي جنب الحدود المصريه يعني. اقصد يعني وده اصلا مخالفه للدستور. يعني عارف احنا وصلنا لنقطه ان هم بقى بيخافوا على سلامتهم الشخصيه لدرجه يعني كسياسيين كبرلمانيين ليبيين، لدرجة انه يعني بالنسبة له بيتخذ قرارات علشان يدرأ عن نفسه مخاوف انه يعني يضرب النار ولا اسرته تتعرض لأذى. ده صحيح. لكن اللي ملاحظينه انه في انقسام شرق وغرب واضح، انه الغرب فيه سيطرة تكاد تكون كاملة للتيارات المتطرفة، تيارات الجماعات الإسلامية، والشرق فيه سيطرة أكبر، وان كان في مقاومه متحديات يعني كتيره للتيارات الوطنيه العامه، ما هياش ايديولوجيه اسلاميه يعني. وانه هذا الشرق، هذه الحكومه في ليبيا بتطلب مساعده مصر. بالمعنى الشرعي ده مطالب، اذا ده في طلب من حكومه شرعيه بالمساعده، لكن طبعا سياسيا مفهوم انه ده انحياز لطرف ضد طرف، يعني ما فيهوش كلام يعني. وعندما تطلب هذا الطرف من مصر تدريب الجيش الليبي مثلا وتعزيز قوته وبنائه، لانه بيتبني من اول وجديد، فالجيش الليبي هو مش جيش ليبيا، هو جيش الحكومه الليبيه اللي هي طرف في الصراع، ما هياش طرف محايد، هي يعني هي متورطه في هذا الصراع. والناحيه الثانيه انت خايف على مصريين هناك يدفعوا ثمن انك انت ايدت حد ضد حد، فيحصل انتقام من مصريين عايشين هناك يعني. المشهد شديد التعقيد. ولهذا السبب اتصور ان الصراع في ليبيا هياخد وقت طويل جدا، ويحتاج تعقيدات يعني خطوات معقده يعني. عايز اقول تعزيز التاكيد على شرعيه ووحده ليبيا ليكن صحيح ضروري جدا. دعم الحكومه الشرعيه اللي هي حصل انها ناحيه الشرق جنبنا، ففي الاقليم اللي احنا نقدر يبقى في اثر اكتر للمجهود او للاسهام اللي مصر هتعمله في هذا المجال. مسائل متعلقه بحمايه الامن المصري، منطقه يعني امنيه على جانبي الحدود تساعدنا فيها الجيش الليبي الناشئ ده، بحيث انه يمنع الاختراق الحدود من هنا او من هناك في الحقيقه في الاتجاهين. هندعو طول الوقت لان الاطراف تقعد، بس الاطراف مش هتقعد، يعني الاطراف الليبيه تقعد مع بعض وتتفق، لسه بدري على ده. في الصراعات اللي من هذا النوع الاطراف ما بتقعدش مع بعض وما بتقررش انها تتبادل تقديم التنازلات غير لما يتبين لها
انه اي بديل اخر هو بديل مدمر وذو تكلفه عالية. مستحيله الاحتمال. فلازم يجربوا ده الاول في الحقيقه، يعني هم في مرحله تجريب ده. هم ماشيين وفقا للكتاب، يعني لازم هيتلسعوا لغايه ما يعرفوا الحاجه انه البتاعه دي ملهاش حل غير ان احنا نقعد نحلها. الحكماء في السياسه قليلين، يعني دول دي هدايا او يعني بتيجي من عند ربنا كده لشعوب في لحظه ما. صح. فبيقدر يشوف وراء المشهد الحالي، فيبقى غاندي، يبقى نيلسون مانديلا، يبقى حاجه بالشكل ده. انما دول ما بيجوش كل يوم. السياسي الطبيعي، السياسي العادي هيجرب كل الطرق لغايه ما تفشل وعشان يختار الطريق الصحيح. هو ده بيتقال على الامريكان ان هم يعني بيجربوا كل حاجه وبعدين في الاخر خالص في الاخر يعملوا الحاجه الصح، ما تبوظ يعملوا الحاجه الصح. لكن في الحقيقه كل السياسيين كده. طالما دي فكره القوه، فكره انك في يعني تسميها شهوه القوه، شهوه استبعاد الاخر والانتصار عليه وسحقه. اذا الناس في الغرب في ليبيا شايفين ان هم والله ما احنا نجحنا نطرد الحكومه اهي، يعني ايه المشكله، وعملنا حكومه غيرها وبرلمان غيره وبتاع، طب بس احنا بس نصبر شويه وهناخد ليبيا كلها وهنخلص عليهم خالص. فيفضلوا يحاربوا بعض كده شويه ما يكتشفوا انه لا مستحيل، وبالذات لو في دعم مصري ولو في دعم دولي واقليمي وكده هيكتشفوا انه ده مستحيل، وانه لا بترول ليبيا بينتج ولا بيتصدر، وان ليبيا بتتحول الى بلد فقير. ما هو ما فيش، هينتجوا ازاي في الجو ده؟ فساعتها خسائر على الجميع يعني. فساعتها يتبينوا انه والله خلينا نتفق، زي الحرب الاهليه 15 سنه ناس بتحارب في لبنان. هل في حد كان يعني ما كانش في حد عاقل شايف انه لا يمكن لحد انه ينتصر في هذه الحرب؟ لا يمكن، ولا بد من اتفاق. لكن لازم في الظروف اللي زي دي الزعيم اللي يخرج ويقول السكه دي سكه ضلمه وخلونا يعني نتفق ونقدم شويه تنازلات، هيتهم فورا بالخيانه وانه ضعيف وانه الى اخره. يعني ما لم يكن لديه راس مال سياسي ضخم جدا يسمح له يقول الكلام اللي الناس مش عايزه تسمعه لكن يقبلوا منه. ده نيلسون مانديلا، يعني ده زعيم ما حدش يقدر يزايد عليه في اخلاصه، هو اصبح رمز للقضيه. ده اللي كان يقدر عليه ياسر عرفات، انه يقدم تنازلات، لانه ما حدش يقدر يزايد على ياسر عرفات. لكن الزعماء اللي هم بتوع اول امبارح دول ما وروش رصيد. الرصيد خاين وعميل والاخر بالضبط. الرصيد في السياسه للاسف الشديد بيتبني بالعدوان، بالقوه، بالقهر. بالذات في منطقتنا هنا، يعني احنا مش منطقه ديمقراطيه يعني ولا بتاع. فلازم الاول تلوث ايديك بالدم علشان الناس تثق فيك، وبعدين تقول لهم والله الدم ده مش وصلنا لحته يعني. فاحنا ليبيا لسه بتبني زعامات من هذا، انه لسه لازم يموتوا بعض شويه. مش لازم، مش حابب، لكن غالبا هو ده اللي هيحصل. واتصور انه القياده السياسيه في مصر عليها تفهم انه ده مسار الامور في ليبيا. يعني الامور ستسوء قبل ان تتحسن. فنستعد لمرحله سيئه جدا في ليبيا، وبعدها ستكون هناك فرصه في التحرر. ده ما يدرك الجميع انه وصلنا للقاع، الطريق مسدود، خلينا نرجع. طيب دكتور جمال، هستاذن حضرتك ان احنا بعد الفاصل هنعرج على اليمن، لان اليمن هناك في برضه كارثه اخرى، وما اعرفش ايه اللي مطلوب من صانع القرار المصري او هو بيفكر في المساله ازاي، فنحاول نساعدهم بان احنا نطلع لهم رؤيه ونشوف اذا كان في فرصه ان احنا نساعد في حاجه. بعد الفاصل نرجع نكمل حلقتنا مع المفكر السياسي دكتور جمال عبد الجواد باختصار.